يا تنحاز للوطنيه وتقول دول زي ما قلنا في المقدمه الارض دي مصريه بالتاريخ، مش بلطجه يا جماعه. انا عايز اقول له اخوه السعوديين اللي على راسي من فوق، دي مش بلطجه، ده تاريخ، والتاريخ ما بيزعلش حد. اما انك تقول الارض دي مصريه، او انك تصهين بقى وتقول بقى معلش السعوديه وماله تاخدها السعوديه، ما هي مش غريبه برضه. اللي عايز يقفل القناه يقفلها، بس دي ارض مصريه، وما ينفعش اطلع اقول كلام ضد تاريخي وضد عقيدتي وضد فكري. لكن على كل حال مش مهم المثقفين دول، في مثقف منهم خد موقف. تعالوا نشوفوا كده مين. يوسف القعيد قال لهذا السبب رفضت حضور جلسة الملك سلمان بالبرلمان. السبب اللي قاله الأستاذ يوسف القعيد إنه توقيع اتفاقية جزيرتين اللي هم صنافير وتيران. الحقيقة أنا عايز أقول للأستاذ يوسف القعيد، مين اللي وصلنا للمرحلة دي؟ مين اللي خلى ولي أمرنا يمضي اتفاقية زي دي؟ مش حضرتك؟ مش أنت كنت لسه يا يوسف من شهر قاعد مع الراجل ده نفسه بتقول عنه زي ما قلت عن مبارك انه عنده صبر ايوب وعنده رؤيه وعنده، مش هو ده يوسف؟ المثل يا يوسف بيقول يا فرعون اشفر عنك، قال ما لقيتش حد يرمي. انت اصلا ساهمت في هذا الفرعون. يا ولاد الكلب يا اللي بلعين البلد واكلينها ولعه.